ولجنبه جلست ونار الحزن في الأحشاء كإنما زينب والحسين يوم العاشر فرد حوارش مثلنا هذا الشاعر الله يرحمه يقول زينب ولجنبه جلست ونار الحزن في الأحشاء وغدت تسائله على السهم الذي أرداه فوق حرارة البوغاء بكت زينب لما رأت الحسين بكت واحنت فوقه لتشمه فرأت دماء بكيت واحنت فوقه لتشمه فرأت دماء تلتقي بدمائي قالت أخي أحلت إليه تشمه فرأت دماء تلتقي بدمائي قالت أخي أما لك حاجة الآن في شيء خويا أبو علي أنت بهالحالة أم عندك فرد طلب عندك فرد شيء الآن في شيء من الأشياء شو تصور الحسين شريد من خيط زينب أخي إني أريد ثلاثة في الحال يا ابنة أشرف الآباء شو تريد خويا أبو علي قالها ما